زي ما بيقولوا الأفاعي جلدها ناعم وفمها مليان بالسم، وكمان في ناس لسانهم عسل لكن قلبهم مليان حقد وكيد. القصة اللي هحكي لكم النهاردة أكبر دليل على المعنى ده. لما اتجوزت كنت عروسة جديدة مبسوطة وفرحانة بحياتي. جوزي كان أحلى واحد في الدنيا ومعاملته ليا كانت زي الفل، بس طبعاً زي أي عروسة جديدة كان عندي شوية قلق من ناحية أهل جوزي وإزاي هتبقى علاقتي بيهم. هنا دخلت سلفتي في المشهد، مرات أخو جوزي، واحدة شكلها لطيف، كلامها حلو، معاملتها معايا كانت أحسن من أختي الحقيقية. من أول يوم قعدت معايا قالت لي: أنتي زي أختي خلاص، وأنا هكون سندك هنا وهعلمك كل حاجة عن العيلة دي. سلفتي كانت تجيلي كل يوم، تقعد معايا ساعات، تسمع كلامي، تنصحني، تطبخ معايا، نطلع نتسوق سوا، نسهر سوا. كانت بتخليني أحس إني لقيت الأخت اللي كنت محتاجاها، وكانت بتعمل كل حاجة حلوة، تجيب لي هدايا صغيرة، تساعدني في البيت، تقول لي كلام حلو على طبخي. كنت أقول الحمد لله، ده أنا محظوظة إن ربنا بعت لي سلفة زي دي. بعد شوية من الثقة اللي بنتها، سلفتي بدأت تتكلم عن أهل جوزي بطريقة غريبة. كانت تقول لي: أنتي لسه مش عارفاهم كويس، هم صعبين شوية في التعامل. وبعدين تحكي لي حكايات صغيرة هنا وهناك عن مواقف حصلت معاها أو حاجات قالوها عني. في الأول كنت بقول لها: لأ، أكيد أنتي فاهمة غلط، بس هي كانت بتأكد لي بكل ثقة: لأ والله أنا شايفة كل حاجة بعيني، أنا بحبك وخايفة عليكي، علشان كده بقولك. مع الوقت سلفتي بدأت تحكي لي تفاصيل أكتر، إزاي حماتي مش بتحبني، وإزاي في كلام بيتقال عني في غيابي، وإزاي أهل جوزي شايفين إني مش كفاية لابنهم. طبعاً الكلام ده كان بيخليني زعلانة ومتضايقة، وسلفتي كانت تشوفني كده وتقولي: أنا معاكي، إحنا سوا، وأنا هدافع عنك في أي مكان. اللي ما كنتش أعرفه إن سلفتي اللعينة دي كانت بتسجل لي، أيوة بتسجل كل كلامي وأنا مش واخدة بالي، وكانت ذكية في الموضوع ده. لما تيجي نتكلم وأنا أكون متضايقة من حاجة كانت تفتح التسجيل من غير ما أحس، وكمان كانت تستفزني بطريقة ذكية، تقولي حاجات عن أهل جوزي تخليني أرد واشتكي، وساعتها تكون شغالة التسجيل. الأسوأ من كده إنها كانت تيجي معايا لما أزور أهلي، وقدام أهلي كانت تغلط في أهل جوزي علشان أهلي يردوا ويقولوا كلام وهي تسجل رد أهلي كمان. كل التسجيلات دي راحت ودتها لأهل جوزي، بس مش زي ما هي، لأ، راحت فبركتها ولفقتها علشان تظهرني إني واحدة وحشة بشتم في أهل جوزي وبكرههم. وبعدين راحت لجوزي وحكت له إني بشتم عليه شخصياً وإني مش بحبه. جوزي اللي كان بيحبني جداً اتصدم من الكلام ده، لأن إحنا كنا مبسوطين جداً مع بعض. الحمد لله إني قررت أبعد عن سلفتي شوية، لأن حسيت إن في حاجة مش طبيعية. يومين بس من البعد وكل حاجة بدأت تتكشف. جوزي جه يكلمني في موضوع التسجيلات، وساعتها فهمت إن أنا كنت عايشة مع أفعى حقيقية طول الوقت ده، واحدة اتخصصت في تدمير حياتي من أول يوم. لما واجهتها بالموضوع ولا كأن حاجة حصلت، وكل ده غرضها إنها تخرب علي حياتي، وكان هدفها إنها تضمن إن العروسة الجديد محدش يحبها. كانت مخططة تطلعني من البيت وتدمر جوازي، بس سبحان الله العظيم اللي كانت عايزة تعمله فيا رجع عليها. هي اللي طلعت من البيت في الآخر، وأنا قعدت مع جوزي اللي فهم إني كنت ضحية خطة شيطانية. جوازنا بقى أقوى من الأول لأن إحنا عدينا محنة صعبة مع بعض. هفضل أفتكرها في كل صلاتي بدعوة وحسبي الله ونعم الوكيل. القصة دي علمتني إن مش كل اللي بيضحك في وشك يحبك، ومش كل اللي بيقرب منك عايز خيرك. في ناس عندها مرض نفسي اسمه الحقد، وممكن تقضي سنين تحضر لتدميرك. الثقة العمياء خطر حتى لو مع أقرب الناس، ولازم الواحد يكون فطن ويلاحظ التغييرات اللي حواليه. وفي النهاية العدالة الإلهية موجودة، اللي يحفر حفرة لأخوه يقر فيها.